دي اول مره في مصر يبقى عندنا مهرجان للجبنه، واول مره في الوطن العربي، وتاني مهرجان في افريقيا بعد جنوب افريقيا. دايما الدول يعني متميزه بصناعات معينه تحب تبرز ده لشعبها وللعالم كله. مصر من الدول عريقه جدا في صناعه الجبنه من ايام الفراعنه، وان الاوان بقى ان احنا يبقى عندنا حدث زي ما حضراتكم شايفين كده الجمهور مقبل عليه بشكل كبير جدا. المعرض والمهرجان الجبنه برعايه وزاره الزراعه، وزاره التجاره والصناعه، وزاره التموين، وزاره التضامن، كمان وزاره السياحه وهيئه تنشيط السياحه، وعارض معانا وزاره الانتاج الحربي كمان بمستلزمات مراكز تجميع الالبان والمبردات والفلاتر ووحدات التبريد للتخزين. كل ما يخص الصناعه موجود هنا في المهرجان. معانا هنا اكتر من 40 شركه، من ما بين شركات كبيره وشركات متوسطه حتى مراكز تجميع الالبان اللي عندها خطوط انتاج للجبنه والزبادي الصغيره موجودين. كله بيقدم احسن ما عنده، بيقدم الحاجات باسعار التكلفه. احنا حبينا ان احنا نشارك في توصيل رساله العوده للطبيعه. المنتجات اللي بنقدمها منتجات طبيعيه 100%، منتجات صحيه وامنه، فحبينا ان احنا نشارك بمنتجات طبيعيه. عندنا فرايتي تشكيله كويسه المنتجات، الجبن الطري، الجبن الجاف، السبريد، البروسيست، المنتجات المطبوخه الطبيعيه. احنا فارم تشيز، احنا مصنع من 91. احنا واخدين خط لاين لوحدنا كده مختلف عن السوق المصري، يعني احنا بنصنع كل ما هو بديل للمستورد. بمعنى واخدين الكاتيجوري الهولندي في الايدم اللي هو الفلامنك، الجوده بانواعها الساده والتوابل، عندنا البرميزان، عندنا الامنتال، عندنا الجزء الفرنسي زي البريك، كاممبير، الماعز، عندي فيتا يوناني، عندي الجزء الايطالي زي موتزاريلا ستيكس، عندي ميوسكاربوني بتاع الحلويات، عندي البراطه، عندي الاستراتشاتيلا، بوكونشيني، تشيليجيني، والاصناف دي نازله مستحدث في السوق المصري كاتيجوري ايطالي زي ما قلت لحضرتك. المهرجان فيه عروض من كل المنتجين على كل انواع الجبنه، زي ما قلت لحضرتك بيبيع بسعر التكلفه، من اول ربع كيلو لحد لو حتى عايز حتى اطنان بيبقى بيعملوا صفقات وتعاقدات، وموزعين وهايبر ماركت كله جاء هنا المهرجان وتعرف على المنتجين وبدا يعمل معاهم شغل. الاسعار طبعا احنا داخلين باسعار تنافسيه. عندنا الجبن الرومي ب 159 جنيه بالوزن بالكيلو، الجبن الدبل كريم ب 85. احنا بنتكلم تقريبا كيلو الفلامنك اللي بيتباع بره ب 340 و 350 بيتباع هنا في المعرض ب 200 جنيه. الامنتال والبرميزان بره معدي 400 جنيه، هنا بنتكلم في 240 250 جنيه. الفواكه اللي هي الاستراتشاتيلا والكلام ده كله فوق بره فوق ال 500 جنيه، احنا هنا بيتباع ب 260 جنيه. الحمد لله لاقيين قبول كبير جدا على منتجات الدمياطي، وخاصه الجبنه القديمه والبراميلي والجبنه الرومي والشيدر والموتزاريلا. وحضرتك الاقبال احنا يعني ده اليوم الخامس وما شاء الله، يعني كل ما نحط بضاعه بسم الله ما شاء الله البضاعه عليها اقبال غير عادي، عاملين 30% انخفاض بحيث ان احنا يبقى لنا تواجد ان شاء الله في القاهره في الفتره الجايه ان شاء الله. كيلو الجبنه اللي هي الفيتا والثلاجه والاسطنبولي ب 80 جنيه، الكيلو الجبنه القديمه ب 100 جنيه، الكيلو الجبنه البراميلي ب 100 جنيه، الشيدر الكيلو ب الروم الكيلو ب 155 جنيه. فدي اسعار في المتداول او كجوده تعتبر كويسه يعني. بقالي اسبوع مأجله موضوع الجبن في الثلاجه، قلت عشان اجي اشتري ان شاء الله. يعني الاسعار معقوله، يعني مش هنقول ان هي في فرق كبير بره، بس معقوله يعني الحمد لله. الاسعار زي اسعار السوبر ماركت، يعني كله في حدود ال 45 50 55. حلوم ب 55، الجبنه الفيتا ب 55، كله نفس الرينج يعني. الاسعار اهم حاجه، الاسعار طبعا فرق من 15 ل 20%. طبعا موجود عروض كويسه، وجميع الشركات التنافس دايما بيؤدي الى ان الاسعار بتنخفض. حجم الاستثمار نفسه اللي موجود في المجال كله يعني حجم التداول كبير، ويمكن الحته دي اللي احنا ركزنا عليها اننا نشارك في تخفيف الاعباء والتقليل من حده المشاكل الاقتصاديه طبعا اللي لا تخفى عن احد اللي في العالم كله. المستورد قل، فبالتالي الصناعه دي انتعشت. جبنا المستورد قل استيرادها،
فبدا انتعاش المصانع. بس اللي حصل برضو ان الطلب على اللبن الطبيعي زاد، فسعره زاد برضو، فسعر الجبنه زاد عن الطبيعي بتاعه. بس ده مرحله مؤقته، وان شاء الله مع الوقت يحصل التعادل ما بين الطلب والعرض وما بين اسعار اللبن، ونوصل للسعر العادل للمستهلك. نقدر نقول ان احنا هنا في مصر نقدر نستغنى عن الاستيراد لو وفرنا فرصه للمنتج المصري.